عارف سبونج بوب غلب فقاعة قذرة إزاي؟ فقاعة قذرة حاول يغرق سبونج بوب في مياه الصرف. فجأة سبونج بوب افتكر إنه بيقدر يمتص المياه فشفطه جوه جسمه على طول، والنتيجة إن سبونج بوب اتقلب وبقى شرير. قبل كل ده كان فقاعة قذرة عامل قلق في بيكيني بوتوم والشرطة بتطارده، ولما اتزنق خطف مدير الشرطة علشان يبتز الكل ويسيبه يمشي. في اللحظة دي جه صحفي عايز سبق وحاول يتفاوض معاه، بس المفاوضات دي عصبت فقاعة قذرة فمسك الصحفي. الشرطة انتهزت الفرصة وقدرت تسيطر عليه وتقبض عليه واترمى في السجن. بعد 6 شهور خرج، والشرطة فكرته إنه لازم يفضل نظيف وإلا هيرجع للشر. وافق من كل قلبه ونفذ التعليمات وراح يشتغل في مطعم مقرمشات سلطع. الأجواء الجديدة بسطته وحس إنه المفروض يرحب بالزبائن على الباب، بس مستر سلطع ما كانش بيفكر غير في توفير الفلوس، فشغله في المطبخ يغسل المواعين. ولما شاف كوم المواعين قال إنه عايز يغير الشغلانة، بس مستر سلطع كان مشغله بالذات علشان يوفر في الصابون وأمره يخلص قبل الغدا. فقاعة قذرة افتكر تحذير الشرطة إنه ما يلمسش أي حاجة مش نظيفة وما بقاش عارف يتصرف. في الوقت ده خرج سبونج بوب من الفريزر شايل برجر ورماه على الجريل، ولما شاف فقاعة قذرة اتعرفوا على بعض وبقوا أصحاب. شفيق سمع الدوشة وزعق لهم يرجعوا لشغلهم، فبدأ فقاعة قذرة يغسل بحرص وهو بيغني: خليك نظيف لتتحول لشرير. فجأة قال: يا سلام، أنا اتمسحت في الوساخة وما بقتش شرير؟ أنا أكيد خفيت، أنا فقاعة قذرة. سبونج بوب اتخض جدا وعلى طول مسك الخرطوم ورشه بكل قوته لغاية ما رجع نظيف تاني. هنا سبونج بوب عرف إن فقاعة قذرة بيتحول للأسوأ أول ما يلمس أي وساخة، فقرر يحميه. بس مستر سلطع وراه شغلانة جديدة وقال له ينظف الحمام ومشي. سبونج بوب نط بسرعة وهو مصمم يساعده. فقاعة قذرة شاف الحمام وقال: يا سلام على الوساخة الجميلة، وبدأ يتأثر. بس سبونج بوب استخدم شفاط مياه ونظفه ورجعه لطبيعته. بعدها بقوا شغالين مع بعض. كل ما فقاعة قذرة يلمس وساخة سبونج بوب يغسله بمياه نظيفة ويساعده يفضل طيب. وفي وسط الأيام الهادية دي فقاعة قذرة نسى طريق الشر وبدأ يساعد في تقديم الأكل. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما جه بسيوني ونط وساخة من بطنه عليه. فقاعة قذرة قال: لازم أكون نفسي، ونفسي دي يعني شرير. ورجع وسخ تاني وعمل قلق في بيكيني بوتوم ومسح التكشيرة من وشوش المدرسين وبوظ الدنيا. بعد ما امتص كمية ضخمة من القذارة طاقته زادت بشكل جنوني والمياه العادية ما كانتش قادرة تنظفه، وجسمه كبر وانقسم لفقاعات أصغر. سبونج بوب حاول يهاجمه بس ما كانش فيه فايدة، ولما طلع يجري فقاعة قذرة بلعه بالكامل وأخده ونزل بيه على الشاطئ وبدأ يمتص مياه الصرف من البحر بجنون. من كتر القذارة الجسم الضخم بدأ يكش ويصغر وخسر قدرته على المشاكل. الشرطة وصلت في الوقت المناسب بالضبط وقبضت على فقاعة قذرة.